صلي على النبي يا ست البنات انت وهي في الكومنتات، وتعالي نعمل المحشي بتاع يوم الخميس ولمة العيلة. حاجة كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملنا محشي مشكل بتنجان وفلفل وكوسة وفراخ عملناها كمان وحمرناها. بس النهاردة الفيديو بتاعنا الرئيسي المحشي القمر اللي قدامكم ده بمعلقة واحدة سحرية بتودي مكانه، بتودي طعمه في مكان تاني خالص. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا يا قمرايا نتفرج على طبق المحشي ده بقى لما استوى. بصوا الجمال، حاجة كده قمر. لو قدامك المحشي دوت هتعملي ايه؟ طبق المحشي ده انا عن نفسي هاكله هم المام. انت بقى هتعملي ايه؟ اكتبي لي في الكومنتات هتعملي ايه لو قدامك طبق المحشي جميل في السقعة ديت. هتعملي ايه؟ المحشي يعني شتا بقى وسقعة وناكل ايه ونتدفى. يلا يا قمرية يا ستي البنات، لايك وشير للفيديو وتعالي نشوف المحشي الجميل ده اتعمل ازاي. طريقة سهلة وبسيطة ومن غير افتكاسات، وبمعلقة واحدة هيودي طعمه في مكان تاني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا هنا كام بصلاية كده مقطعاهم، وقلت ايه هنحمرهم. مش بحمرهم قوي يعني، يا دوبك البصلاية تدبل كده هو واروح اهو. بصوا البصليه دوبك دبلت معايا، ونزلت بقى هنا بمعجون طماطم يا جماعه اهو. وده عشان بيعزز اللون بتاع الايه المحشي يا جماعه، والتخديعه بتاعت المحشي. وبعد ما اقلب كده معجون الطماطم اللي انا حطيته على البصله، هروح نازله بقى بشفشه الايه الطماطم اللي انا ضرباه في الخلاط بتاعي اهو. واسيبه بقى ياخد ودي بشكل ودي كده ويتسبك. ونبتدي نبهر بقى، انزلي بكل البهارات اللي عندك يا ست البنات انت وهي على الايه التخديعه الجميله ديت اهو. انزل بقى بايه يا زوزو؟ تنزلي بحبه فلفل اسود يا قلب زوزو، تنزلي بحبه كمون، كل البهارات اللي عندك. بصي معلقه الصلصه او حبه معجون الصلصه اللي احنا حطيناه مخلي لون التخديعه عامله ازاي يا جماعه. نزلت بفلفل اسود، وننزل بكمون، وننزل بحبه كزبره ناشفه، وتنزلي بحبة ملح وحبة ماجي وحبة 7 بهارات اهو. ده حبة كمون، وكل التوابل اللي عندك انزلي بيها يا ستي البنات. وهنا حطيت حبة 7 بهارات ربع معلقة كده اهوت. واروح نازلة بحبة كزبرة ناشفة، وتنزلي كمان بقى تقليب كده اهو، دوبي كله في قلب بعضه. وبعد كده احط حبة الماجي وحبة الملح بتوعي، وتدوقي احياءه بقى تشوفي محتاج ملح مش محتاج تشوفيه اهو. ادي هنا حبة الملح، وبعد كده احط بقى معلقه الماجي، وقلبي بقى يا ست البنات انت وهي لحد ما ايه تتسبك معاكي. طيب هنعمل ايه تاني يا زوزو؟ كم بقى فص توم في قلب الجرن كده بتاع امي زمان كده الله يرحمها، ومع حبه خضره ودقيهم وقرن فلفل اخضر. بعد كده هوت هتروح نازله بالخلطه الرهيبه دي. المعلقه دي بتودي طعم المحشي في مكان تاني، واروح نازله بيها على التخديعه بتاعتي. بجد بجد بتفرق في الطعم جامد يا جماعه، جربوها وهتدعوا لي دعوه حلوه من قلبي. بعد كده هوت هروح نازله بقى بالايه بالخضره بتاعتي اهو، واغسل الرز بتاعي واروح نازله بالرز بتاعي بعد الخضره. وقلبي بقى يا ست البنات كله في قلب بعضه كده هوت. وهنا اروح راميه الرز بتاعي اهو، واقلب واروح ادوق بقى احياء، اشوف لو محتاج ملح زوديه، مش محتاج خلاص يبقى كده ايه 10/10. ونبتدي بقى ايه نحضر حاجات المحشي كده. طبعا البتنجان والفلفل الكوسه اغسلهم غسله محترمه واسيبهم يتصفوا، وابتدي احضر. انا بحب اخد قلب الكوسه احطه في قاع الحله كده اهو، واحشي بقى وارص عليه. عايزه بقى تقطعي بصل وطماطم براحتك، بس قلب الكوسه حتى ما بيستوي بيبقى طعمه حلو جدا، بيبقى طعمه في منتهى الجمال. هنا بقى انا حضرت الحاجه بتاعتي عشان اقعد احشي اهو. ادي الفلفل، وادي الكوسه والبتنجان، انا بحب خد الجميل ده بيبقى طعمه حلو جدا. وادي زي ما قلت لكم قلب الكوسه واحطه في قاع الحله، وابتدي احشي ايه المحشي بتاعي. وبعد ما بحشي بروح مرصاه جنب بعض موقفاه كده اهو. طيب هنا بقى انا خلصت يا ستي البنات المحشي بتاعي، وقلت يلا يا زوزو بقى حطيه على النار علشان نحط ايه شويه البهارات اللوز بتوعه اللي بيخلوا ريحته تفحفح، وجيرانك كلهم يشمشموا على الروايح الجميله بتاعه المحشي ده. ترشي حبه ملح وحبه فلفل اسود وحبه كمون وحبه ماجي. طبعا الفراخ بتاعتنا احنا سلقناها، نبتدي ناخد الشوربه بتاعتها ونسقي المحشي بتاعنا الجميل ده يا جماعه اهو. انا نازله بالكبشه بتاعتي اهو على البهارات كده اهو. وما تخليش الشوربه ازيد، يعني المحشي يبقى باين من الشوربه كده، ما تخليش الشوربه تغطي المحشي اهو.
بعد كده يا ستي البنات بقى هتعملي ايه؟ هنغطي بقى المحشي بتاعنا دوت ونسيبه يستوي وشم الروائح الجميلة بقى اللي بتجيب لآخر الشارع. طبعا المحشي البتنجان والفلفل الكوسة ليهم ريحة مميزة وهما بيستووا يا جماعة، بيبقى يعني ريحتهم تحفة. بص تلاقي ريقك يجري كده على المحشي وانتي بتسوي. ده طبعا محشي يوم الخميس اللي العيلة بتتلم عليه، وده كان غدانا النهاردة. طيب بعد ما خلصتي هتعملي ايه يا زوزو؟ هغطي بقى الحلة واسيبه ياخد ويدي بشكل ودي كده ويستوي مع نفسه. واما يوطي اما يستوي قصدي المية الشوربة تتشرب، وطي عليه بقى كده وحطي الشياطة تحتيه. اهو بصوا السوا بقى بتاعه بقى في منتهى الجمال يا جماعة. وهنا بقى هنروح رصينه في قلب الطبق بتاعنا مع الفراخ القمر بتاعتنا وحمرناها اهي. وكان فضل وعدل من عند ربنا، اللهم ديمها نعمة واحفظها علينا من الزوال يا رب. وجربي طريقتي مش هتندمي، هتدعي لي دعوة حلوة من قلبك، ولكم بالمثل إن شاء الله. ويلا يا أمرايا ما تنسنيش بالكومنت الحلو اللي بيشجعني وهيخليني أكمل معاكم. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اوعي تنسي المعلقة اللي احنا عملناها، فصين التوم وقرن الفلفل وحب الخضرة، حبة الخضرة كده، وتروحي نازلة بيهم على التغجيعة بيوديه في مكان تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.